السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل معاكم وصفة جميلة، وهي همبرجر السمكات، وهي بنفس شكل السمك أو وجه السمكة مع الأعين، ويكون طبقهم نفس طبقنا إذا كنا عاملين سمك بالبيت، وحتى ما يكونوا يفرقوا عنا بشيء. وهي مكونة من خضار، نجيب خضار من كل نوع اللي تحبي أو متوفر عندك بالبيت، ويقطع تقطيع عشوائي، ونضع عليه البهارات، جميع البهارات، وفلفل أسود، وبهارات السمك بالتحديد حتى يطلع نفس نكهة السمك، ونضع الملح ونضع الزيت عليه، وصلصة صويا أو أي شيء متوفر عندك حتى يعطي طعم ونكهة جميلة للهمبرجر. ونضعه بالفرن أو نشويه شوي تحت الشواية أو بأي نوع شوي، المهم يكون مشوي حتى يطلع معانا طعم الشواء ويكون لذيذ وتغيير عن كل مرة. وممكن يأكلوه وهو بهذا الشكل، جميل وصحي ولذيذ. ونهرس القليل أو بعض منه، نهرسه بالشوكة أو نفرمه بالخلاط حتى يبقى ناعم معانا، ونضيف له الإضافات اللي نحب. نضيف له فتات الخبز المحمص الخاص، أو مطحون الكراكرز، أو طحين، ونضيف أيضا بهارات مرة أخرى، وثوم مرة أخرى، وعصرة ليمون، وصويا صوص أيضا، وممكن دبس الرمان حسب الرغبة أو حسب المتوفر عندنا. وممكن نهرسه بالخلاط حتى يكون ناعم ويتعجن معانا. وما ننسى أيضا نضيف له ملعقة من مهروس الزنجبيل الطازج، يعطي نكهة رائعة في الأكل والمشويات عامة. ونضيف فلفل أسود وبهارات مثل ما قلت بهارات السمك، ونخلطهم، ونزود الملح أيضا لأننا راح نضيف عليها إضافات، وهي مطحون الكراكرز أو الخبز المفتت أو طحين. وهذا الطحين والخبز المفتت أيضا أو الكراكرز نضيفه حتى تتماسك معانا، تكون جاهزة للاستخدام، وتكون تتكور معانا. ونقطعها كور صغيرة، نكورها ونفردها بالإيد، وندهن الإيد بالزيت حتى ما تلتصق فيها، ونعملها مثل البرجر دوائر صغيرة متساوية، ونقليها في زيت حامي وغزير نوعا ما حتى تحمر وتأخذ شكل البرجر. ممكن نقليها بنفس الزيت اللي قلينا فيه السمك اللي لنا حتى يعطيها نفس النكهة. وتقطع مثل السمكات، نعمل لها فتحة للفم، والأعين بالقليل من المايونيز بالملعقة الصغيرة، ثم إضافة حلقات من الزيتون على المايونيز، وتقدم وبألف عافية.